الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، في هذا اليوم المبارك وفي هذا المكان الطاهر المبارك وفي هذا الشهر الفضيل، شهر ربيع الأنوار، نحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يحضر معنا هذه الجمعة الطيبة المباركة الأستاذ الباحث السعيد النعيم، وجاء لمسجدنا هذا ليدلي بدلوه، وله محاضرة تصب في هذه الأجواء، أجواء الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. له محاضرة بعنوان الإعداد الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم، ويتطرق كذلك من خلال محاضرته إلى الأجواء التي كان يعيشها العالم وكانت تعيشها البشرية قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا إخوانا يتفضل أستاذنا أستاذ السعيد مشكورا غير مأمور، جزاه الله كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي اليوم في هذا اليوم المبارك، هذه الأيام المباركة، الأيام التي نحتفي بها بميلاد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم المبارك الذي كان يحتفي به النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تصوم الاثنين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك يوم ولدت فيه. فكان صلى الله عليه وسلم يحتفي بيوم ميلاده، وشكرا لله تعالى بعبادة الصوم. ونحن نلتقي اليوم في هذا المسجد المبارك لنتناول صفحات من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نقتبس من سيرته ما يفيدنا في حاضرنا، خاصة ونحن في هذه الأيام وهذه السنوات التي نحن فيها في أحوج ما نكون فيها إلى دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم واقتباس ما نراه من دروس تنفعنا الآن، خاصة هذا الزمن الذي تكالب فيه الأمم على الأمة الإسلامية. رغم كثرة الأمة الإسلامية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليهم الأمم كما تتداعى الأكلة على الأصع. فقالوا: ونحن بقلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولو نتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والعالم قبل بعثته وقبل ولادته صلى الله عليه وسلم، سنرى عالما يموج بالظلم، يموج بالفجور، ويموج بالشرك بالله تعالى. فلو رأينا إلى العالم رأيناه منقسما إلى قسمين: قسم تسيطر عليه حضارة الفرس، والقسم الآخر تسيطر عليه حضارة الروم. وهاتان الحضارتان تتنافسان أيضا داخل الجزيرة العربية وداخل البلاد العربية. فلو نرى مثلا شرق الجزيرة العربية واليمن والبحرين تسيطر عليه الفرس، أما الشام ومصر والمغرب العربي فتسيطر عليه الروم. هذا من الناحية العامة، الناحية السياسية. ولو دخلنا إلى الجزيرة العربية ورأينا أحوال العرب آنذاك لرأينا غير الدولة المركزية. العرب آنذاك كانت لهم دولة مركزية، وإنما
القبيلة هي الوحدة السياسية لهم، يوالون بموالاتها ويعادون بمعاداتها، ويعتبرون أن الولاء للقبيلة فوق كل اعتبار. ومن هذا يقول الشاعر: وما أنا إلا من غزية، إن غوت غزية غويت، وإن ترشد غزية أرشد. حتى نجد في الجانب الاجتماعي كثرة المظالم، كثرة الحروب، نجد أن لأتفه الأسباب كانت تقوم الحروب. ونقل التاريخ ما يسمى حرب ناحس والغبراء التي امتدت عشرات السنوات بسبب سباق خيل. ونقل في التاريخ أيضا حرب البسوس وحرب الفجار وغيرها من الحروب. وكان العربي آنذاك يرفع عقيرته ويتبنى مبادئ الظلم. ونجد أنه في معلقات زهير بن سلمان يقول: ومن لا يظلم الناس يظلم. معناتها لازم تظلم الناس، وكان ما تظلمش الناس راح يظلموك. وشوفوا أيضا الحال في المرأة قبل الإسلام، قال وصفها الله تعالى قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون أم يدسه في الظلام. فكان العربي آنذاك يألف بأن تنسب له الأنثى، ولكن تغير الحال بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أحدهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكانت له 3 بنات فأحسن تأديبهن وتعليمهن كنت أنا وهو كهاتين في الجنة. قال أحد الصحابة قال: وما كانت له ابنتان؟ قال: وما كانت له اثنتان. فنرى أيضا هذا من حيث الجانب السياسي والجانب الديني. كانت الجزيرة العربية أغلب سكان الجزيرة العربية كانوا يؤمنون بالشرك وعبادة الأصنام، وكان حول الكعبة أكثر من 63 صنما حول الكعبة. وكان هناك أقلية من اليهود والنصارى ولكن يتبعون دينهم حنفا. اليهود آنذاك كانوا يعتبرون أن عزير بن الله وأن يد الله مغلولة أولى بيديهم، ويعبدون العجل ويسبون الله تعالى بأوصاف الكفر والعياذ بالله. وكذلك النصارى يتبعون دينهم المحرم، يؤمنون بالتثليث، بعقيدة التثليث، ويعتبرون أن المسيح ابن الله وغيره. أما من الناحية الاقتصادية تأملنا في حال الجزيرة العربية لوجدنا أن قريش أو مكة كانت هي مركز التجارة العالمية تقريبا. لماذا؟ بما يسمى رحلة الشتاء والصيف. كانت البضائع التي تأتي من الصين توضع في اليمن، عن طريق اليمن يمررها تجار قريش إلى الشام ومصر. فكانوا تجار قريش، وكانت التجارة في قريش تعتبر هي مركز التجارة العالمية. لهذا نفهم كثير من الأشياء، أنه لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم: قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، سيرفضون. لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن إيمانهم بالله تعالى الواحد الأحد سيفسد عليه تجارته، لأن تلك الأصنام الموجودة على الكعبة 360 صنم لا يعبدونها القريش كلها، وإنما لكل قبيلة من قبائل العرب صنم. فكانت قريش تعقد أحلافا واتفاقيات مع القبائل العربية. لماذا؟ لكي تستطيع تمرير تجارتها في رحلة الشتاء والصيف. تذهب إلى قبيلة في طريق التي توجد في طريقها إلى اليمن أو إلى الشام، فتعقد معها حلفا أن تعطيها صنمها الذي تعبده تضعه في الكعبة مقابل أن تؤمن هذه القبيلة طريقة تجارة لقريش. هنا لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وانزعوا هذه الأصنام. الشيء الذي يتبادر مباشرة إلى أذهانهم أن تجارتهم ستفسد. لماذا؟ لأن طريقة التجارة لن تصبح مؤمنة. ولهذا كثير من العرب زعماء العرب رفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا السبب الاقتصادي. ولو ملخص لو نتأمل الآن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كانت هناك قوتان عظمتان تتنافسان على سيادة العالم، ولكن كانتا في مرحلة الأفول. كما يقول مالك بن نبيل: الحضارة أو الأمم تمر ب3 أطوار: مرحلة النمو، ومرحلة الانتشار والتطور، ثم مرحلة الأفول. الحضارة الرومانية الحضارة الفرنسية كانت تقريبا في القرن السادس والسابع الميلادي كانت في مرحلة
الأفول، وهي دورة كما قال ابن خلدون أن الحضارات تدور دار الأفواه، الولادة، الطفولة، الشباب، الكهولة، ثم وتدور. لهذا الإنسان لا ييأس لما يرى أن هذه الشرذمة من اليهود قد تسلطت على المسلمين لا ييأس. هذه التاريخ رأيناها كثيرا وستدور الدائرة ويعود الزمن كما كان ويعود للمسلمين السلطان. الآن جاء ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة إعدادا عظيما يليق بهذه الرسالة. أعده أسريا. كيف؟ أنه اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من أسرة عريقة، أسرة بني هاشم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فقال فأنا خيار من خيار. هذا الإعداد الأول. ولو تأملنا في أجداد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كلهم زعماء وكانوا كلهم قادة وعظماء. قصي جد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو من وحد القبائل العربية، وهو من وحد قريش بالأحرى. ولماذا سمي قريش؟ كلمة التقرش. التقرش هو التجمع. بالتالي هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم قصي كان سببا في توحيد قريش. جده هاشم. لماذا سمي هاشم؟ لأنه هو من هشم الثريدة للحجيج. كان الحجيج قبل الإسلام يأتون إلى الكعبة يطوفون بها وهم عراة، فكان أول من هشم الثريدة للحجيج هو هاشم، وهو من تولى سقاية الحجيج. وأيضا شيء آخر قام به هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم هو أنه هو من سن رحلة الشتاء والصيف. هذه الرحلة التي كانت سببا في غناء قبيلة قريش. لو أيضا جده عبد المطلب كان زعيما في قومه، كان حكيما، كان مطاعا، وهو من أعاد حفر بئر زمزم، وهو صاحب الموقف الشهير. هو أول شخص الوحيد الذي وقف في وجه أبرهة الحبشي لما أراد تهديم الكعبة. هذا الإعداد النفسي للنبي صلى الله عليه وسلم. لو تأمل إعداد آخر، نوع آخر، إعداد اجتماعي للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تقول مر بعدة مراحل وتيتم كثيرا، تيتم 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. اليتم الأول مات وهو جنين في بطن أمه، مات والده عبد الله لما خرج والده عبد الله في رحلة الصيف التجارة، وأثناء عودته مر على أخواله بني النجار في المدينة المنورة، ثم مرض وتوفي. هذا اليتم الأول. فربته أمه، ثم ربته حليمة السعدية مدة 2 سنين، ثم لما أكمل 2 سنين شيء كي نفهم الكثير من الله. لما جاءت حليمة السعدية، هذه حليمة السعدية التي تنتمي إلى قبيلة بني سعد. بنو سعد كانوا متخصصين في الرضاعة، إرضاع الأطفال قريش. لما جاءت وفود نساء بني سعد يأخذوا السبية الصغار يرضعوهم، أي امرأة تسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير لا تأخذه، ترفض أن تأخذه. لماذا؟ لأنه كان يتيم. قالوا لا أخذ. حتى خرجت كل النساء أخذت طفلا ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. حليمة السعدية ذهبت ثم قالت سأعود وآخذ ذلك اليتيم. هذا اليتيم الذي رفضت كل النساء أن تأخذه ما عدا حليمة السعدية صار هو أعظم رجل في تاريخ البشرية، وهو الذي نجتمع اليوم ونحتفي به. لهذا تعرف أن المعز هو الله تعالى، وأن المذل هو الله تعالى. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بعدها لما أرضعته حليمة السعدية مدة عامين أرجعته إلى أمه، بقي معه 4 سنوات. لما وصل السن السادسة أرادت أمه أن تعرفه بأخوال أبيه، وأرادت هي أن تزور قبر أخيها في المدينة، قبر زوجها في المدينة، فأخذته معها في رحلة 500 كيلومتر من مكة إلى المدينة. زار أخواله بني النجار وهناك تعلم السباحة، وزار قبر أبيه ورقة قبر أبيه وعمره 6 سنوات، وعارف حقيقة الملك وعمره 6 سنوات. وفي طريق العودة تخيل هو وأمه وخادمة، والخادمة تسمى أم أيمن، مرضت أمه في الطريق واشتد بها المرض
وتوفيت على بعد 150 كيلومتر عن المدينة وبعد 350 كيلومتر عن مكة، ودفنها بيديه الشريفتين وعمره 6 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس تعلم منه الحقيقة الكبرى، أكبر حقيقة في الوجود، حقيقة في حياته، وعمره 6 سنوات. وتخيل على مدار الطريق 350 كيلومتر وهو يتفكر. قبل قليل فقط كان يشاهد قبر والده، والآن يشاهد قبر أمه. تخيل طفل صغير في هذا السن ويصاب بهذا الأمر. لماذا؟ لأن الله تعالى يعده لأمر عظيم. الرجال العظماء نظروا سيرتهم نجدهم تلقوا الكثير من الشدائد والكثير من الصعوبات في حياتهم. لهذا الله تعالى أراد أن يعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. لما عاد كفله جده عبد المطلب وأحسن كفالته. والشيء الذي استفاده النبي صلى الله عليه وسلم من كفالة جده أن جده كان زعيم في قريش، وكان هو من يتزعم دار الندوة. دار الندوة هذه بمثابة البرلمان للمسلمين يجتمعوا فيها كبار قريش يتدارسون فيها أمور السياسة والحرب والسلم وغيرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على صغر سنه عمره 6 سنوات لا يلعب مع الصغار، وإنما يجلس في مكان جده. ولما يأتي أعمامه لكي يوقفوه شو يقول لهم جدهم دعوه، فإن لابني هذا شأنه. كان يفرس عبد المطلب، شاف واحد يدخل في هذا المفروض راح يلعب ماذا يصنع؟ يترك اللعب صار يقعد يسمع، هو صغير من السنين يسمع الناس حكاية السياسة والحرب والاقتصاد والتجارة وكل شيء، وراح يسمع ويتعلم. ليس كبقية الصبيان. لهذا منهم فراسة منه عبد المطلب قال إن لابني هذا شأن. بعدها بقيت كفالة جده 2 سنين، ثم انتقل إلى كفالة عمه، وهذا هو الجزء الثالث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى كفالة عمه أبو طالب فأحسن كفالته. والشيء الذي بعد لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم سن 8 سنوات حاله ليس كحال بقية البشر سبحان الله. رفض أن يتكل على نفقة عمه، رغم أنه كان صغير يتيم. وجاء واحد آخر يقول لك خلينا هذه قاعدة وعمه لا، طلب من عمه أن يشغله. من في ماذا اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشتغل في الرعي الغنم، هي المهنة التي يستطيع. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا ورعى الغنم. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، كنت أرعاها على قراريط يخرج معناتها على دراهم قليلة. ماذا يستفيد منها؟ يستفيد منها كثير من الأشياء. يستفيد منها الصبر، يستفيد منها التحمل، يستفيد منها انه يعرف يجمع الغنم، لانه الغنم مش كما البقر والابل تمشي في جماعات، وانما هي تتفرق. يتعلم منها توحيد الامه، يتعلم منها انه يسوق او يقود الامه الى هدفها. وكثير من الحكم يتعلم الاعتماد على النفس، لان تلقى الشاب ولا شاب سنه والزاد يعتمد على الوالد تاعو. النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا استقل الشخصيه تاعو، استقل بالنفقه تاعو عمره 8 سنوات، اشتغل فيها 4 سنوات رعي الغنم، ثم انتقل الى العمل بالتجاره.
استقل النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته في نفقته وعمره 8 سنوات. ولما بلغ سن الثامنة طلب من عمه أن يغير المهنة. ماذا؟ طلب منه أن يرافقه في رحلته في التجارة، فتعلم النبي صلى الله عليه وسلم التجارة وعمره 12 سنة. الشيء الذي استفاده النبي صلى الله عليه وسلم من عمله في التجارة، معروف أن التاجر هو أعرف الناس بالناس. التاجر بكثرة مخالطته بالناس، بكثرة تعامله في شيء تقريبا الحقيقي للناس هو النقود، الأموال. نرانا في الجامعة كان نتبادلوا ما شاء الله وملائكة، ولكن لما تعاملوا مع بعضنا في النقود في الأخذ والعطاء في الدين وغيرها تظهر حقيقتنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مارس التجارة صار يعرف الناس ويعرف السابق فيهم من الكاذب ويعرف الشيء الذي يقنعهم. هذا ما استفاده النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وصل سن 25 معروف أنه تزوج بخديجة. لماذا؟ لأخلاقه التي اشتهر بكونه الصادق الأمين. وقبل ذلك كان هناك نوع من الإعداد السياسي للنبي صلى الله عليه وسلم. معروف أنه في السيرة ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 14 سنة حضر مع أعمامه حرب الفجار، كانوا يقولونها حرب الفجار، هي في كتب التاريخ حرب الفجار لأنها حدثت في الأشهر الحرم. حضرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يناول أعمامه النبال، فتعلم من هذه الحرب فنون الحرب. ثم بعد سنوات حضر حلف الفضول، وقال عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: حضرت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أود لو أنني به حمر النعم. ما بقولوش حمر، بقولوا حمر جمع الله حمار، بقولوا حمر النعم. ولو دعيت به بالإسلام لأجب. حرب الفجار تعلم منها النبي صلى الله عليه وسلم الحرب، وحلف الفضول تعلم منه النبي صلى الله عليه وسلم فنون السلم. ثم بعد ذلك القصة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ السن 35 لما أراد أهل قريش أن يعيدوا بناء الكعبة فاختلفوا في موضع من يضع الحجر الأسود في مكانه، فقالوا نحكم أول شخص يدخل من هذا الباب، فكان الداخل هو النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا رضينا بالصادق الأمين، وكان صدقه وأمانته يشهد عليه جميع الناس حتى أعداؤه. أبو سفيان أشد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه. مقصود جمع اعتبر بارك الله فيكم بفائدة مسجد عبد الحميد بن باديس بلدية ظاهرة جبل مساعد بارك الله. قلت قصة معروفة لأبي سفيان مع هرقل ملك الروم. لما أبو سفيان ذهب تجارة الشام استدعاه هرقل ملك الروم وأراد أن يسأله عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء وفد قريش قال: أيكم أقرب نسبا لمحمد؟ قال أبو سفيان: أنا أقرب إليه نسبا لأنه من بني أمية. سأله قال: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: كيف صدقه؟ قال: هو أصدقنا حديثا. قال: هل يغدر؟ قال: لا يغدر. قال: أتباعه هل هم الأشراف النبلاء أم الضعفاء والفقراء؟ قال: هم الضعفاء والفقراء. قال: كذلك الأنبياء. قال: هل يزيدون أم ينقصون؟ قال: يزيدون. قال: هل يرتد أحدهم بعد أن يسلم؟ قال: لا. قال: بما يأمركم؟ قال أبو سفيان: احنا نزلنا أسلم. شوف ماذا يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بتوحيد الله تعالى ونبي الشرك وبالصدق والأمانة والصلاة وغيره. وش قالوا هرقل